الحمد لله. ماتش مش صعب عشان احنا ظروفنا، بس الماتش كان متصعب عشان احنا واقعين شويه. كلنا شفنا الشوط الثاني. فرقه الترجي فريق عادي خالص، كلهم عواجيز. بص على الجون الثالث وانت تعرف الترجي ده عامل عواجيز كلهم. الماتش اتصعب علينا عشان احنا خفنا على النتيجه اما دخل فينا الجون، وانتوا طبعا عارفين ان احنا بنمر بظروف صعبه. يعني محمد صبحي الهجمه المرتده او السرور اللي عمله في الهجمه المرتده في الجون الثالث يتدرس يا جماعه. الديفندرات عندنا مش بتعمله. عشان كده بقول لك ان الماتش صعب. الحمد لله ان احنا كسبنا، لسه ما صعدناش، مش عايزين ننفخ في حد. الماتش الجاي عندنا شباب بلوزداد في الجزائر، هو ده ماتش الصعود. ماتش شباب بلوزداد بالنسبه لي هو ماتش الصعود. خلينا نتكلم بوضوح. انا عايز اجيب الجون الثالث يا جماعه الناس تتفرج عليه. محمد صبحي مسك الكوره هنا، محمد عبد الغني بيقول لي للراجل العجوز ده يبقى تعالى السنه الجايه نشوفك، خلينا نشوفك. صبحي يا جماعه بيعمل الهجمه المرتد، اقسم بالله مش عشان غلطه او صبحي اما طلع مسك الكوره ووقعت. صبحي جون كبير قوي يا جماعه. صبحي عايز ثقه، صبحي عايز ثقه، وباين النهارده ان هو جون يقدر يشيل الزمالك. مفيش حاجه اسمها في الكوره جون صغير يا جماعه، مفيش ناشئ دي خلاص. 20 سنه ده ما يعتبرش ناشئ. الولد ده جون عالمي وجون كبير، بيعمل هجمه مرتده لزيزو طبعا دبابه اوفرات، ربنا يحميه يا رب، ربنا يحفظه. بيعمل اوفر زي ما الكتاب بيقول. اخيرا سيف الجزيري جاب جون. روح النهارده يا جماعه عشان نديله حقه، عمل ماتش عالمي، عمل اقسم بالله ماتش كبير قوي. روح عمل ماتش كبير على قد امكانياته برضه. يعني روح عمل ماتش كبير بامكانياته، يا ريت يستمر على كده. حمزه المسلوسي ده رجوله الدنيا فيه. انا بتاسف له. لو انا السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها كنت بتكلم في ناس يا جماعه اما يبقوا واقعين لازم، اما يبقوا واقعين وبتهاجمهم، اما يبقوا كويسين لازم تديهم حقهم، لازم تقول له جزمتك على دماغي. النهارده بيخش على حمد الهوني، واحده كده من بتوع اكرم توفيق واحمد فتحي والناس العواتله دي، بيخش يقش. مفيش خوف يا جماعه في الكوره، اقسم بالله الكوره مش محتاجه خوف. الراجل اللي ماسكنا برضه مفيش زملكاوي اهلاوي اي حد بيتفرج على الماتش تغيير ابراهيم انضاي. ده لعيب اصلا ما بيلعبش. يعني انت يوسف اسامه نبيه ده اللي جاهز معاك، ما تنزله يا عم. ومعروف لما بتسحب مصطفى شلبي بتنزل يوسف اسامه نبيه. منزل واحد عيان زي ده يعمل ايه؟ يقندل ايه؟ ده مش قادر يمشي، مش قادر يمشي. اسامه نبيه مشي هيقعد. اللي عايز يا جماعه يمشي يمشي. المركب بالزمالك هتنها موجوده، سواء انغلبنا سواء كسبنا سواء عملنا اي حاجه. اللي عايز يقعد يتحملنا يا جماعه يقعد، اللي مش عايز يقعد مع الف سلامه. يا ريت الزمالك يفكر في مدير فني يا جماعه اجنبي. بالله عليكم بالله عليكم شوفوا لنا مدير فني اجنبي يدير الماتش زي الناس. احنا قاعدين يا جماعه ده 80 اعصابنا من اول ما الترجي جاب الجون في الشوط الثاني. مفيش كده يا جماعه، الواحد قاعد هيعيط من الرعب والخوف. فرقه بتضغطك، بتسيبها تضغطك ليه؟ شفت الشوط الاولاني لما اصغر عيل فيكم، اصغر عيل عنده جراءه بيضغط عليهم وبيقطع الكوره في الجون الاولاني وبيمررها وبتيجي منها جون، وهو اللي بيرجع يجيب الجون. يا جماعه الكوره مش خوف والله، الكوره يا ابني عايزه قلب. انا بلعب في بلدي وفي وسط جمهوري، ما ينفعش يضغطوني الشوط الثاني كده. طب هم عملوا معايا كده ليه؟ عشان انا بدات اخاف منهم. اول ما جابوا جون بدات اخاف، بقيت متراجع. ما ينفعش، لازم اضغط، اتنى ازود. ما هو وارد ان ممكن يجيبوا فيك جون تاني تبقى كارثه يتعادلوا معاك. الحمد لله ان ده ما حصلش. يبقى انا اللي باخد المبادره، انا اللي بهاجم اجيب الجون الثالث، عشان لو جابوا جون يبقى انا موقفي سهل مش صعب. الترجي يا جماعه عواجيز مش قادرين يمشوا، والله ما قادرين يمشوا. بيلعبوا بياسين مرياح وتوجي، الناس كلها كبيره فوق الثلاثينات. اصغر واحد فيهم بن رمضان وبن عياد، هم دول اصغر اتنين فيهم. انما فرقه لا سرعات ولا اي، هم عباره عن ناس كلها عندها خبره، لعيبه كبيره عندها خبره. عواجيز مش قادرين يمشوا. دوس يا عم، زود هجومك، ما تخافش. انت خايف من ايه؟ الشوط الاولاني لعبت عليهم، دوست جبت جونين، دوس يا عم كمل، ما توقفش يا عم. فريرا انت بتوقف ليه وبترجعنا ليه؟ انت مصر تضغطنا ليه؟ وبتنزل لعيب وتغيير زي الاباب وزي التين. سبحان الله يا جماعه. الترجي لو كانت عادل انا مش عارف اقول لكم انا ممكن كنت اعمل ايه.
الحمد لله ان هي جت من عند ربنا وعدت سليمه، وقدرنا ان احنا نجيب الجون الثالث يا جماعه، او ان الماتش يخلص بالثلاثه بونت. مش عايزين ننفخ، لسه ما صعدناش، احنا اللي حطينا نفسنا في الازمه، واحنا اللي قادرين ان شاء الله نعدي بيها باذن الله. ماتش شباب بلوزداد ده ماتش العمر، يا هتكمل في افريقيا هتطلع. بلوزداد غلب المريخ النهارده، يعني بلوزداد لا قدر الله لو غلبك بقى هو الترجي عدوا من المجموعه. طب التعادل في مصلحتنا، في مصلحتنا، يعني التعادل هيبقى في مصلحتنا، بس الترجي لما يلعب بلوزداد برضو الموضوع هيبقى ما بينهم في حاجه، يعني هيبقى في لعب برضو في المجموعه. ماتش المريخ طبعا هنا ده لازم تكسبه، سواء لا قدر الله ما صعدتش، سواء ان انت لو كسبته صعدت، لازم تكسبه عشان تعلن عن نفسك في المجموعه. احنا لسه يا جماعه ما صعدناش، بالله عليكم لسه ما صعدناش، لسه قدامنا كتير. جماهير الترجي اللي طلعت تقول لك الحكم وعمال يقوقهم، انتوا ما بتكسبوش الا كده يا ابني، انتوا ما اتشهرتوش الا بالكلام ده. هو بليز عالمي وكل حاجه عليا النعمه، انا لو عندي تيشيرت الكاميرون لا البسهوله والله العظيم ثلاثه، يعني بليز حكم ارجوك بليز احكم لنا كل ماتشات. ده بقى لا ابراهيم نور الدين ولا ده قمر الدين، عليا النعمه، عليا النعمه. الحكم ده عمل معانا فوق الصح، واجب النهارده عمرنا ما هننساه له، ده لازم يتعزم في رمضان يا جماعه، مش هينفع يروح، ده تقعدونا لحد رمضان اعزموه وروحوه بلده اللي هو جاي منها. ده ماتش الزمالك والترجي النهارده كلامنا كله. خلينا نتكلم في افريقيا. الاهلي ماتش صن داونز، سيبك من الدوري، الاهلي خلاص زي ما قلنا الدوري خلص انتهى، الاهلي خد الدوري. ماتش صن داونز الاهلي زي ماتش الزمالك وبلوزداد هو حياه او موت، اللي عايز يصعد يكسب، ما يفكرش في منافس مين، انزل اكسب ماليش دعوه انا هلاعب مين. اللي بيفكر انه يصعد وبيفكر في البطوله ما يشوفش هو بيلاعب مين. وللعلم اللي متابع كوره قديم عشان ما نبقاش بس بنتكلم كتير، الاهلي لما بيصعد في ظروف صعبه دايما بيلعب نهائي وبياخد البطوله. الاهلي لما بيصعد من المجموعه بالعافيه وبيفضل متعثر كده ويصعد منها في الاخر بيوصل النهائي وبياخد البطوله. افتكروا الفيديو ده كويس عشان هنحتاجه فيما بعد. انما اما الاهلي بيصعد سهل والمجموعه بتبقى معاه متسهله على طول بيطلع من الدور اللي بعده. عشان اكون بتكلم معاكم صريح. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واستنوني في حلقات جايه كتير.